المغرب معروف بإرثه الطويل في زراعة القنب الهندي، خصوصاً بمنطقة الريف شمال البلاد. لعقود كانت هذه الزراعة مصدر رزق لآلاف العائلات الريفية، رغم وضعها القانوني المعقد تاريخياً. مع بداية الألفية الثالثة وتغيرات الأسواق الدولية، أدرك المغرب أهمية تنظيم القطاع، ليصبح أمام منعطف جديد يوازن بين الحفاظ على مصدر الرزق التقليدي وتطوير صناعة مشروعة ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني. مع سنة 2021 انتقل المغرب إلى مرحلة جديدة بإصدار القانون من 13 إلى 21 الذي نظم لأول مرة زراعة القنب لأغراض طبية وصناعية تحت إشراف الدولة. تولت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالقنب دور تنظيم القطاع، فتم منح آلاف التراخيص للمزارعين والشركات، وجرى تأطير استعمال بذور محلية مثل البلدية لتلائم ظروف الريف المغربي. هذه الخطوة أتاحت للعشرات من التعاونيات الفلاحية الانخراط في منظومة قانونية واضحة ومراقبة، وأسست لبنية جديدة للشفافية والجودة في سلسلة الإنتاج. إقبال المزارعين على الزراعة القانونية للقنب شهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفع عدد المرخصين أضعافاً خلال عام واحد. من جهة أخرى، بادرت الدولة بخطوات اجتماعية مثل العفو الملكي عن آلاف ممن كانوا متابعين سابقاً في قضايا القنب، ما سمح لهم بإعادة الاندماج والاستفادة من العائد القانوني الأعلى للمحصول مقارنة بالسوق غير الرسمي. رغم التقدم المحرز، ما زال هناك تحدي في توسيع الاستفادة لتشمل كافة الفلاحين، وحل العقبات الإدارية والجغرافية التي تعرقل انخراط البعض. في 2023 استطاع المغرب تصدير أول شحنة قانونية من منتجات القنب نحو أوروبا، لتشكل خطوة رمزية وانطلاقة فعلية في السوق الدولية. تلتها شحنات صغيرة أخرى بدعم من تعاونيات محلية وشراكات مع مستثمرين أجانب. بالتوازي، بدأت شركات مغربية تطوير أدوية ومستحضرات تجميل قائمة على القنب، بعضها متوفر حالياً في صيدليات المملكة، مما يدل على تنوع الاستخدامات وتطور الصناعة المحلية حول هذا القطاع. يطمح المغرب لاقتناص حصة معتبرة من سوق القنب الطبي الأوروبي، مع توقعات بإيرادات سنوية قد تصل إلى 600 مليون يورو بحلول 2028 إذا تم بلوغ الأهداف. يترافق ذلك مع تطوير صناعات دوائية وغذائية جديدة، ودخول القنب كخام في مجالات البناء والنسيج والأبحاث العلمية. هذه الدينامية تدعمها رؤية استراتيجية لجعل القطاع رافعة تنموية تشغل الشباب وتنوع صادرات البلاد. رغم الإنجازات، ما زال المشروع المغربي يواجه تحديات، خاصة في موائمة المعايير التنظيمية مع الأسواق الأوروبية، وتطوير بنية تحتية زراعية وتقنية قادرة على الصمود أمام الجفاف وتقلبات المناخ. كما تتطلب المنافسة الحادة مع منتجين دوليين تعزيز الجودة وابتكار أصناف محلية قادرة على تحقيق إنتاجية عالية بأقل تكلفة. لتعزيز فرص النجاح، يستثمر المغرب في تطوير أصناف بذور محلية مقاومة للجفاف، وتوسيع الشراكات مع معاهد بحثية دولية، كما يهيئ بنية تصنيع متطورة لتحقيق قيمة مضافة محلية، ويواصل دعم الفلاحين من خلال التحفيزات وبرامج التكوين لضمان انتقال سلس إلى النشاط المشروع، مع التركيز على تحسين جودة المنتج وتعزيز تنافسيته دولياً. تقنين القنب يحمل آثاراً اجتماعية عميقة على مناطق الريف، إذ يرتفع دخل الفلاحين، ويعيشون أماناً قانونياً أكبر، وتخلق فرص عمل جديدة في مجالات التصنيع والتسويق. كما تحسنت صورة الفلاحين وانتقلوا من هامش الاقتصاد الوطني إلى مركز منظومة إنتاجية رسمية تحترم دورهم وتدعم اندماجهم الاجتماعي والمهني. صار المغرب خلال سنوات قليلة من منتج تقليدي إلى فاعل قانوني
يسعى لريادة الأسواق الدولية في مجال القنب الطبي. الطريق لا يزال مليئا بالتحديات، إلا أن الإنجازات المتحققة حتى اليوم تؤكد جدية التحول وقدرته على خلق قيمة مضافة وطنية. نجاح هذه التجربة سيساهم في تعزيز التنمية المحلية، ويرسخ صورة المغرب كبلد منفتح ومبتكر في سياساته الزراعية والاقتصادية.